السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل حركة ذكية شوية في الاكسل، ازاي نكتب اي رقم وبعد ما بنكتب الرقم يتحول لعلامة صح كده. مش بس كده، ده انا كمان ممكن اعمل اي عملية حسابية على الرقم اللي مكتوب هنا واستخدمه اكنه رقم عادي. الطريقة بسيطة وسهلة من غير اي معادلات. يلا بينا نبدأ وما نضيعش وقت. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. اول حاجة هنعملها حدد العمود اللي انت هتشتغل عليه، وبعدين يا اما تعمل كليك يمين وتختار فورمات سيل، طبعا تعمل كليك يمين على اللي انت محدده مش بعيد، او تدوس على كنترول واحد من لوحة المفاتيح، واحد اللي فوق الضاد مش اللي ناحية اليمين. المهم في الحالتين عايزين نفتح فورمات سيل. بعد ما هتفتح فورمات سيل اتأكد ان انت واقف على التاب بتاعت نمبر، وبعدين انزل للاخر خالص اختار كاستم. هتلاقي كلمة طيب، اكتب حرف البي وتأكد انه كابيتال، دوس على الشيفت مع الحرف، بعدين قول اوكي. هيتحول عندك الرقم اللي مكتوب هنا لحرف البي. دي الخطوة الأولى. الخطوة التانية هتروح تغير نوع الخط علشان يبقى في الخلية علامة الصح. تعالى معايا كده على أنواع الخطوط وانزل على نوع الخط ده. هتلاقي نوع الخط ده تحت خالص في حرف الدبليو، وتأكد ان هو 2 لان في اكتر من شكل للخط ده، احنا عايزين اللي جنبه 2. هيتحول عندك الرقم لعلامة صح، واي رقم هتكتبه في العمود ده هيتحول لعلامة صح. تعالوا كده نجرب. انا دلوقتي كتبت 300 فاتكتب عندي علامة صح. طيب هو انا مش هشوف الرقم اللي موجود في الخلية؟ لا، هتشوفه في الفورمولا بار فوق، لكن الخلية هيبقى مكتوب فيها علامة صح. طيب الخلية دي دلوقتي فيها رقم، ينفع اجمعه مع الرقم ده؟ مفيش مشكلة. اقف في الخلية اللي عايز تطلع فيها الناتج واعمل العملية الحسابية عادي خالص، سواء بدالة الصم او بالجمع العادي. هتلاقي الناتج طلع معاك، وكمان الفورمولا بار مكتوب فيها المعادلة، ومفيش اي مشكلة هتقابلك في المعادلات عندك. طيب انا لو عايز الغي الموضوع ده، انا خلاص رجعت في كلامي وعايز اظهر الارقام اللي موجودة هنا، او عايز احط اي حاجة بدل الصح، عايز يبقى 0 يبقى 1 او اي حاجة تانية، ينفع. حدد تاني العمود واستدعي فورمات سيل، كليك يمين فورمات سيل او كنترول واحد من لوحة المفاتيح، وتعالى عند النمبر اتأكد انك واقف على الكاستم، وتعالى هنا اكتب اللي انت عايزه، 0 بقى 1 اي حاجة. انا مش عايز الموضوع ده خلاص وعايز ارجع في كلامي. في الحالة دي هتختار جنرال او نمبر، ولو انت بتكتب ارقام خليها نمبر، وشوف كمان العلامة العشرية، عايز علامة عشرية ولا مش عايز علامة عشرية، عايز العدد صحيح، وقول اوكي بعد كده. طيب ده هنا ما عملش اي حاجة، ما احنا لسه مختارين نوع الخط ده، لازم تغير نوع الخط كمان وتجيب اي نوع خط من الخطوط اللي بتتقري عادي، هترجع كل حاجة زي ما كان. طب هو انا لو سبتها علامة صح هيأثر على اي معادلات؟ لا، مفيش اي حاجة هتحصل، احنا بس عاملين تغيير في الشكل العام في الجدول عندك، انما الارقام والمعادلات شغالة وما فيهاش اي مشكلة. بكده نكون عرفنا ازاي نغير اي رقم لعلامة صح او اي علامة تانية في شغلي على الاكسل. مستنية تعليقاتكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.